علاش خاصك تكون ايجابي؟ حيت بكل بساطه ما عندكش حل واحد اخر اللي تقدر ديرو من غير انك تكون ايجابي لو بغيتي دير شي حاجه في حياتك. لا بصح، حيت انت عندك واحد المسؤوليات في الحياه اللي كيخليوك دائما تحس براسك مزير ومضغوط، ونهار غادي يجي واحد المشكل غتبقى عاد كتبكي وكتشكي ومالي انا ما عندي زهر وعلاش كيطرى ليا بحال هكا ومال الدنيا معكسه معايا وهذا، الا ما كنتيش ايجابي. حيت الايجابيه ماشي هي ديما تكون هكا تضحك وفرحان الى اخره، ولكن هي تكون فاهم ان الحياه الطبيعي ديالها هو هذا، هو انك يكونوا فيها الوقيتات الزوينين ويكونوا فيها الوقيتات الخايبين، والمشاكل كيجيو خاصهم الحل عوض ما نبقاو كنبكيو على المشكل. مثلا كنتي خدام تقطع الضوء، الحلول اللي عندك وركزوا على الحلول بالجمع. سويلا ما كنتيش مدروك بالوقت غتنوض تشوف شنو هو المشكل، تعيط على تكنيسيان يحل لك المشكل وغادي تكمل الخدمه من بعد. الا انت مثلا مدروك بالوقت وما عندكش الوقت انك تجيب تكنيسيان، غتنوض تمشي لشي بلاصه اللي هي فيها الضوء، سير قهوه، سير عند صاحبك، دق على خالتك، دبر راسك. فاش تسالي الخدمه ديك الساعه جيب تكنيسيان. اولا مثلا تعيط لشي حد تقول لي عافاك اجي وقف لي مع التكنيسيان تيحل لي المشكل، وانت تمشي لهذيك البلاصه اللي فيها الضوء تكمل الخدمه وتليفريها للكليان وكل شيء مزيان. هادو غير شويه من الحلول اللي ممكن تفكر فيهم ولا ممكن ديرهم الا فكرتي بطريقه ايجابيه. دونك غروسو مودو الايجابيه هي اللي كتخليك تكون عندك واحد النظره للحياه اورينتي الحلول عوض ما تكون اورينتي للشكا والبكا.